السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفوني أنا نونا، ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. كلنا طبعا بنشوي البط ونحب كده نسلقه ونحمره، بيكون بجد طعمه تحفة. بنقدمه في عزايم، لكن ما جربناش نعمل منه كده وصفات زيه زي الفراخ كده واللحمة. نعمل منه وصفات، ممكن نعمل منه وصفات كتيرة. تعالوا كده هنشوف هنعمل إيه، وهنبدأ كده أول وصفة. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا كده صدر من البط. طبعًا شِلت الجلد بتاعه، وبابدأ معاكم كده أبدأ أخليه بالراحة كده، بس لازم السكينة تكون يعني حامية شوية، بس وأنتِ بتخليه حاولي بالراحة كده عشان إيه، طبعًا السكينة تكون حامية ممكن إيه، تعورِك. نبدأ كده أنا هاخليه معاكم أول جهة كده بالسكينة كده بالطريقة دي. طبعًا هو بس يعني محيّر شوية، فبس أمّا نبدأ على عدلية إيدنا كده، وبنبدأ إيه، نخلي كده في اللحم كده ونفصله بالراحة واحدة، واحدة. أنا جِبت طبعًا سكينة تكون حامية كمان وتكون لها بوز رفيّع كده، عشان بس نبدأ نخلي منه كده نخليه كده، نفصل اللحم عن العضم، ويكون معانا جاهز. أنا عملته بالطريقة كده، الطريقة دي كده زي ما أنتم شايفين كده، واحدة، واحدة. وحاولي كده وأنتِ بتفصلي يعني تحافظي على نَفْسِك كويس جدًا، لإنه طبعًا ممكن يخون معاكِ وتكون إيه، يعني يعوّر. ربنا يعني يسترها ويكفينا شر المدّاري يا رب، ويكفينا شر الشين. فحاولي كده وأنتِ بتعملي بالراحة واحدة، واحدة. أنا خليت أول جهة ودي التانية معاكم. هابدأ كده بالراحة كده بالسكينة وهافصله خالص لحد إيه ما يكون معايا جاهز بنفس الطريقة. طبعًا إحنا مش هنرمي الحاجات دي، طبعًا هنعمل عليها شوربة، وهنعمل منها كمان وصفات تانية. يعني ممكن مش حاجة يعني هترتين ولا حاجة، هتديلها معانا نضيفة، ونخليها بالراحة زيه زي الفراخ كده، ويكون سهل معانا. نبدأ كده إحنا نشيل الحاجات التانية، وهنبدأ معانا كده الصدر. يعني ممكن مدّيكِ يعني كمية حلوة مش قليلة، ممكن يخش له على كيلو ويمكن أكتر حسب يعني وزن البط اللي بيكون معاكِ. نبدأ الأول نفصله بالطريقة دي، يعني نبدأ الأول نعمله شرايح. ممكن نعمله على فكرة ممكن تعملوا منه شاورما كمان، يعني نعمل حاجات كتيرة من البط بدل يعني نغيّر شوية بعيد عن الحاجة المألوف عليها أو التقليدية اللي إحنا بنعملها. نبدأ نعمله شرايح كده بالطريقة دي، بس عشان تريّح معاكِ في التقطيع. وممكن تستخدمي طبعًا البلانشة أو القطّاعة هتكون أحسن كمان. وهنبدأ نقطّعه كده مكعبات بالطريقة دي. نخلّص كل الكمية نقطّعها معانا وتكون جاهزة. هناخدها نغسلها كده ونصفّيها من المَيّة، يعني حاولي تستني عليها أمّا تصفّي المَيّة حلو كده ويكون إيه، ناشف معاكِ حلو. قطّعته كده بالطريقة دي وبالحجم ده، عشان بس يستوي معانا على طول ويكون جاهز معانا. خلّصناها كده ومعانا غسلناها وحطيناها في طبق. وهنجهّز معانا كمان حبّاية طماطم كبيرة أو ممكن 2، معاه بصلتين، معانا نُص جزراية أو جزراية صغيّرة، قشرناهم كده وغسلناهم ونضفناهم معانا. هنبدأ نبشر الجزر بالطريقة دي على الناعم. ومعانا كمان بشرنا الطماطم على الخشن أو ممكن تقطّعيها مكعبات صغيّرة. معانا بصلاية هنقطّعها مكعبات صغيّرة. أمّا البصلة الكبيرة فهنقطّعها كبير كده جوليان، ويكون معانا يعني البصلة متماسكة شوية، اللي هنقطّعها معانا قطع كبيرة بنفس الحجم ده وبالطريقة دي. طبعًا هي بتتفصص لوحدها يعني إيه، ممكن هي لمّا بتحطيها على النار بتتفصص لوحدها ما تبقاش ماسكة ولا حاجة، وتكون إيه، جاهزة معانا. جهزنا كل حاجة كده وهنبدأ نروح على البوتاجاز، طاسة كده على النار، وهنبدأ ننزل بمعلقة زبدة أو ممكن سمنة. بس لمّا بتضيفي زبدة بنضيف معاها زيت بس عشان ما تتحرقش. ومعانا لحد كده زبدة ما تسخن معانا والزيت ويكونوا جاهزين، هننزل باللحمة بالطريقة دي. هنفرد بس اللحمة كده عشان إيه، تبدأ تستوي معانا واحدة فراخ واحدة كده وتكون إيه، جاهزة. يبدأ كده أول جهة تاخد لون. هنقلب كده على الجهة التانية إيه، نقلبها تاخد معانا لون. عندنا كده نقلب على نار هادية، ونبدأ إيه، يعني ممكن ما تغطيش في الأول الغطا أو ما تحطيش في الغطا الأول لحد إيه، ما اللحمة تتغلف وتبدأ لونها يتغير. بعد كده معانا كده على التمام واتحمرت خدت معانا لون. هنبدأ ننزل بالبصلاية اللي قطعناها مكعبات صغيرة. ممكن تضيفي في الوقت ده حبة مَيّة وتغطي كده وتسيبيها تستوي معاكِ. طبعًا لحمة البط بتستوي عن بتاخد سِوَى يعني عن الفراخ، ما يعني لازم بتضيفي لها مَيّة، واحدة، واحدة كده بتضيفي لها حبّة بحبّة لحد إيه، ما تبدأ تخش في السِوَى. بعد كده هنضيف معانا الجزر والطماطم،
ونزلنا بحبة مَيّة وهنغطّي عليهم كده ونسيبهم لحد ما يخشوا في السوا. في الوقت ده أنا معايا البصلاية اللي مقطّعاها كبير، ممكن عايزة تضيفي فلفل، عايزة ألوان، مش عايزة حسب رغبتِك، بيكون حلو جدًا، يعني بتبقى إضافات حلوة جدًا. وهنبدأ البصل، يعني حاولي البصل والفلفل لو أنتِ هتضيفيه الفلفل بتضيفيه في الآخر شوية، يعني بحيث ما يستويش أوي، يعني يكون ظاهر وطعمه ظاهر. ننزل بالبهارات، ملح وفلفل أسمر وكمون والسبع بهارات، والبهارات طبعًا اللي أنتِ بتحبيها، ونبدأ كده نقلِّب معانا لحد ما يتشرب كده ياخد طعم التوابل ويكون جاهز معانا. بس يا ريت تأخّري البصل شوية بيكون طعمه أحلى، يعني بحيث ما يكون البصل لمّا يكون فيه خرشة بسيطة كده بيكون معانا أحلى. طبعًا لحد ما استوى، طب مش خَد سِوَى كبير لإنه مش كبير، استوى بنفس الطريقة وكان بجد طعمه تحفة، وريحته مش قادرة أوصف لكم، ريحته وطعمه أحلى بكتير من الفراخ كمان واللحمة، بيكون طعمها حلو جدًا. هتقدّميه طبعًا مع مكرونة، تقدّميه مع رز، تقدّميه تعمليه ساندوتشات، تعملي منه وصفة مكرونة، ممكن حاجات كتيرة هتعمليها برضه هنعملها بالبط. هنقول بالهنا والشفا، بالهنا والشفا لا للي كَل، وبالهنا والشفا لا للي شاف، وبالهنا والشفا للي هيجرّبها ويقول لنا رأيه فيها إيه. وهنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. حاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب اسم يوميات نونا في المطبخ. مع السلامة، باي باي.